حبايبنا طلاب تالتة إعدادي. النهاردة بتكلم في شابتر 1. أنا هحاول بس إن أنا أشوف التكست بتاع القصة وفي نفس الوقت نقرا الأسئلة. شابتر 1 بتكلم على كلمة بيست، وبيست هنا معناها وحش. كرو طاقم السفينة. كابتشر كابتشر تشر. هاربونر صياد بالرمح. هاربون رمح، هاربونر صياد بالرمح. كرييتشر المخلوق، يوصل بالمخلوق البحري يعني في القصة هنا، لكن كرييتشر بمعنى عام يعني مخلوق. هاربون اللي هو الرمح أو الحربة اللي بيصطادوا به الحيتان. companions معناها زملاء أو رفقاء. survive يبقى على قيد الحياة. astonishment الدهشة. commander القائد، قائد السفينة اسمها commander. command يؤمر، commander آمر أو قائد. marine تساوي سي. و warship اللي هي سفينة حربية. طبعا war اللي هي WAR بتتنطق WOR. warship اللي هي سفينة حربية. العمود الثالث desperately بشكل يائس. mysterious غامض. submarine الغواصة. voyage رحلة بحرية. exist موجود. existence الوجود نفسه. monster اللي هو الوحش. كلمات إضافية. نتكلم على كلمة سماش يحطم، يعني يدمر يدغدغ. terrifying مخيف. launch اللي هو إطلاق أو يطلق. servant خدام. set sail لما يعد الشراع يعني يبحر. doubt دي هتلاقي فيه هنا ال DOUBT، البي اللي قبل تي سايلنت اسمها doubt. كانون مدفع. الناحية التانية debate. glowing مضيء. impatient غير صبور. claim يدعي. force قوة أو عنف. steel like body يعني جسم يشبه الفولاذ. chase يطارد. الناحية التانية intense شديد قوي مركز. loyal وفي. board يصعد إلى سطح السفينة. the Pacific يوصل إلى the Pacific Ocean. marvelous رائع مدهش. fire يطلق النيران. beneath معناها تحت أو أسفل. لو بصينا كده في التكست بتاع شابتر 1 شباب بنتكلم فيه in the mid 19th century في منتصف القرن ال 19 sailors across the oceans البحارة عبر المحيطات reported a strange creature عن مخلوق بحري غريب. ships claimed السفن ادعت to have seen a huge sea monster ادعت انها شافت وحش بحري. moving faster than whales بيمشي اسرع من الحيتان. smashing ships بيحطم السفن with terrible force بقوة الرهيبة. newspapers described it as both marvelous and terrifying. تحتها خط already. marvelous رائع، terrifying مرعب. الجرايد اتكلمت عن ان هذا الشيء هو مرعب ولكنه ايضا مدهش. public debate المناظرات بقى، المشاحنات بين العلماء grew so intense بكثرة that a voyage was launched لدرجة انهم اطلقوا رحلة to capture, to kill the beast. Professor Pierre Aronnax a French marine scientist هو عالم بحري was invited to join the voyage ودعي لكي ينضم إلى الفويج الرحلة البحرية. his lawyer served conceal and a Canadian harpooner ورامي رمح كندي named Ned also became part of the crew أصبح جزء من الطاقم. they boarded warship. boarded معناها كانوا على متن سفينة حربية and set sails وانطلقوا across the Pacific عبر المحيط الهادئ. for months لمدة شهور. for months they searched without success يعني هما
دوروا لكن دون نجاح حقيقي. Some sailors doubted the monster's existence. ده البحارة قالوا يا عم ده مش موجود، وحش بحري يعني. While others became impatient. والبعض الآخر قد نفذ الصبر بتاعه يعني. At last في النهاية one evening ذات مساء a long glowing shape appeared in the waves. لما في يوم من الأيام في حاجة كده بتضوي ظهرت من الأمواج. The crew الطاقم chased it desperately. طردوها بيأس. cannon fire أطلقوا نار المدافع. and the harpoons were launched والضرب بالهاربون. Suddenly the monster turned and hit the ship with its steel-like body. ضرب السفينة بقوة تشبه قوة الفولاذ أو جسم له قوة الفولاذ. Aronnax and his companions Aronnax ورفقائه were thrown into the sea. اترموا في البحر. struggling to survive. معافرين للحياة. they swam toward the mysterious creature. هم لما عاموا طبعا من وسط المية، فلما عاموا اتجاه هذا الكائن الغامض. to their astonishment ولدهشتهم they discovered it was not an animal at all. انه ليس حيوانا على الإطلاق. but a man-made submarine معناها غواصة، وهي كلمة man-made معناها من صنع الإنسان. of special design معمولة بشكل معين. their adventure beneath the ocean والرحلة بتاعتهم المغامرة تحت البحر أو تحت المحيط was about to begin. هي كانت على وشك أن تبدأ. هنتكلم بقى في الأسئلة. السؤال الأول يا رجالة open-ended question and their answers. أسئلة مقالية وإجاباتها. السؤال الأول who wrote the story 20,000 leagues under the sea. مين اللي كتب 20,000 فرسخ تحت المية؟ طبعا يوليوس فيرن wrote the story. الكاتب هو يوليوس فيرن. لو حد قالها جوليوس وماشي بس أنا أقول يوليوس. 2 what did the sailors report seeing in the mid-19th century. ايه اللي قالوا البحارة او اللي بلغوا بيه. they reported seeing a huge sea monster. هم بلغوا عن رؤية وحش بحر ضخم. طب what did the ship claim. ماذا ادعت السفن. they claimed هم ادعوا to have seen a monster. شافوا وحش smashing بيحطم شبس السفن with terrible force بقوة غشيمة أو قوة رهيبة. 4 how did newspaper describe the creature. كيف أن الصحف وصفت هذا المخلوق. they described it as both marvelous and terrifying. وصفت أنه مدهش ومخيف. 5 why was a voyage launched. ليه الرحلة البحرية انطلقت. to capture or kill the beast. يا إما تأسر يا إما تقتل البيست اللي هو الوحش. سؤال 6 who was Professor Aronnax. من هو البروفيسور أريناكس. he was a French marine scientist. هو عالم أحياء بحري فرنسي. سؤال 7 who joined Aronnax on the voyage. مين اللي انضم إلى أريناكس في الرحلة بتاعته. هم 2 كونسال وكمان نيدلاند. his loyal servant Conseil and Canadian harpooner named Ned Land. سؤال 8 where did the ship search for the monster. أين بحث السفينة عن الوحش. طبعا across the Pacific يعني هو المحيط الهادئ Pacific. سؤال 9 why did some sailors doubt the monster's existence. ليه بعض البحارة شكوا في وجود هذا الكائن البحري. طبعا because they searched for هم دوروا months لشهور without success دون أي نجاح. 10 how did the crew react when the glowing shape appeared. ماذا كان رد فعل الطاقم لما شافوا هذا الشكل اللامع. they chased it desperately. طردوه بشكل يائس and fired the cannons وأطلقوا عليه المدافع and the harpoons والحراب البحرية. سؤال 11 هتلاقوا في صفحة 267 what
happened when the monster hit the ship؟ ايه اللي حصل لما هذا الوحش صدم السفينة؟ Aronnax and his companions were thrown into the sea. كلهم اترموا في البحر. طيب what did they discover about the monster؟ ايه اللي اكتشفوه عن هذا المونستر؟ انه مش حيوان بحري، لا ده حاجة مسؤولة عن الانسان. It was not an animal، لم يكن حيوانا. At all، على الإطلاق، على الإطلاق at all. But a man-made submarine of special design. طيب الأسئلة الكريتيكال ثينكينج ودي مهمة. Why do you think، ليه في وجهة نظرك لماذا تعتقد the sailors were so fascinated with the idea of a sea monster؟ ليه كانوا البحارة منبهرين بفكرة إنه هو موجود فيه وحش بحري؟ Because it moved faster than whales، حركته أسرع من الحيتان. smashed ships، بيكسر السفن with terrible force. وعلى فكرة دي بتثير فضول البعض، يعني مش ضروري الناس كلها تخاف زينا، يعني ممكن حد يبقى ايه يعني بيحب الادفنتشر، يحب المغامرة. ماشي. طب why do you think، ليه في وجهة نظركم some sailors doubted the existence of the sea monster؟ ليه بعض البحارة شكوا في وجود هذا المونستر؟ and while others were determined to capture it، في بعض الآخرين determined كانوا مصممين to capture it عشان يأسروه. طبعا some doubted because they didn't find anything، لم يجدوا أي شيئا. while others were determined، في ناس قالت لا احنا يعني لازم نجيبه، وفي ناس قالت لك يا عم ده مش موجود، يعني احنا دينا بندور كتير وما فيش حاجة حصلت. السؤال اللي بعده how did the description of the monster created a sense of fear؟ كيف أن الديسكريبشن الوصف of the monster بتاع المونستر created خلق sense of fear إحساس بالخوف and wonder والإعجاب among the crew because the monster was powerful، كان قويا and dangerous وخطيرا and also amazing وكان مدهشا ونيو، حاجة جديدة ما شوفهاش قبل كده. سؤال 4 What do you think the importance of public debate؟ ما هي أهمية الجدال العام اللي حصل حوالين هذا المونستر over the sea monster existence was؟ It was important because كان مهم. It led to، قادهم إلى launching، إطلاق، voyage، رحلة بحرية، to find، يعني يجدوا هذا المونستر. سؤال 5 In your opinion، في وجهة نظرك how might the voyage to capture the sea monster affect the relationship between the crew members؟ كيف أن الرحلة البحرية علشان يأسروا هذا السي مونستر أثرت affect يعني أثرت the relationship العلاقة بين the crew members بين أعضاء الفريق أو أعضاء الطاقم. it made them work together، جعلتهم يعملون معا to find the monster عشان يلاقوا هذا المونستر. هنروح طبعا على الجزء ده في صفحة 299. تعالوا نشوف الحل. لو الخط مش هيبقى واضح هنا انا بعت لكم الصور بتاعت الحل دي على الجروب، يعني لو الخط مش هيبقى واضح. تعالوا نشوف كده شباب. 1 in the mid 19th century sailors claimed that they have seen a huge، طبعا هتبقى sea monster. The sea creature was described as، الوحش البحري وصف كأنه رائع ولا بطيء ولا ودود ولا دقيق الحجم يعني صغير؟ لا طبعا مارفلس. طيب بروفيسور أروناكس 3 was invited to join the البارتي الحفلة. voyage رحلة بحرية. army جيش. flight رحلة طيران طبعا voyage. conceal أو conceal and Ned Land became part of the، أصبحوا جزءا من الجيش ولا الديبيت ولا invention اختراع ولا الكرو الطاقم؟ طبعا الكرو طبعا. the crew searched for the monster for، الطاقم دور على الوحش لمدة أيام ولا أسابيع ولا ساعات ولا months؟
طبعا هتبقى mouth. The sea monster was described as having a space body. fish like body. سمك زي جسم زي السمك. long tentacled ولا steel like ولا staff. طبعا steel like. One evening في ذات مساء a space shape appeared in the waves. في حاجة ظهرت وصفوه ان هذا الشيء كان مظلما ولا مضيء ولا دقيق او صغير ولا شارب. طبعا كان glowing. The crew attacked the creature with cannon fire and الطاقم هجم على الوحش او المخلوق بنار المدافع و طبعا هتبقى هربونز. Aronnax and his companions were thrown into the Aronnax ورفاقه اترموا إلى البحر السفينة الشاطئ الجزيرة طبعا البحر. The monster was actually الوحش البحري كان في الحقيقة ايه؟ حوت ولا سبمارين ولا قارب بوت ولا ماشين آلة. طبعا هتبقى سبمارين. طيب some sailors بعض البحارة doubted شكوا في وجود هذا المونستر. شكوا في الوجود ولا في اسمه ولا في لونه ولا في قوته. طبعا في وجود هذا المونستر. دي كانت اللي تشوز. طيب السؤال رقم 1. In what century did the sailors reported the strange creature. في أي عصر أو في أي وقت الناس أبلغت عن هذا. طبعا in the mid 19th century في منتصف القرن التاسع عشر. in the mid 19th century يعني مثلا ممكن نكتبها ازاي؟ in the mid 19th century. خط وحش جدا. خلاص بكتبوا انتوا. انا بعت لكم الاجابه ثانيه. طيب how was the sea monster moving؟ كيف كان يتحرك هذا الوحش البحري؟ طبعا it was faster than whales. faster than whales. طب what did Aronnax and his companion discover after falling into the sea؟ اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا انه it wasn't a sea monster at all. لم يكن وحشا بحريا. it was a submarine. it was a man-made submarine. it wasn't an animal at all. it was a submarine. خلاص. What two things did the crew use to chase the monster؟ What two things؟ ايه الحاجتين اللي استخدموهم الكرو الطاقم عشان يحاربوا هذا الوحش؟ حاجتين اتنين. cannon fire and harpoons. كملوا. What kind of body did the monster have when it struck the ship؟ ايه نوع الاجسام اللي كان يمتلكها هذا الوحش البحري عندما ارتطم بالسفينة؟ steel like body. What role did Professor Aronnax play in the voyage؟ ايه الدور اللي لعبه الدكتور أريناكس في هذه الرحلة؟ ما الدور الذي لعبه دكتور أريناكس في هذه الرحلة؟ طبعا هو could identify marine life and understand the submarine's technology. الراجل ده يعني كان ممكن يلعب دور ان هو فاهم الحياة البحرية.
الإجابة ديت لو مكتوبة في سؤال 6. What happened when the monster hit the ship؟ إيه اللي حصل لما المونستر خبط في السفينة؟ hit يعني خبط السفينة. طبعا أريناكس and his companion were thrown into the sea. اترموا في البحر. طب what do you think في وجهة نظرك the crew felt while searching for months؟ طبعا في ناس اللي حصل للكرو لما دور لفترة طويلة they felt impatient، حسوا بعدم الصبر and doubtful، وكانوا شاكين about the sea monster existence أصلا. طب how did the newspaper affect people's opinion about the sea monster؟ كيف أن الصحف أثرت على رأي الناس عن هذا الوحش البحري؟ طبعا newspaper described it like a marvelous and terrifying، هو رائع وفي نفس الوقت مخيف. طب how did the crew react when the glowing shape appeared؟ لما في الآخر ظهر هذا الوحش البحري كان إيه رد فعل الناس عليه؟ طبعا they chased it desperately، هما طردوه بشكل يائس and launched cannon fires، وأطلقوا النيران and harpoons. طيب how did you think Aronnax felt when he discovered that the monster was a submarine؟ في وجهة نظرك ايه اللي اشعر بأريناكس لما اكتشف ان هذا الوحش البحري هو غواصة؟ يعني ممكن تقول لي he was surprised، كان مندهشا. he was astonished، كان متعجبا. لأن كله طبعا أبلغه أن هو وحش بحري، لكن طلع في الآخر عبارة عن man made submarine. ده كان الجزء الأول. إن شاء الله نعمل لكم شابتر 2 حالا دلوقتي.